تعالوا بقى كده النهاردة بمكونات بسيطة جدا هنعمل تقريبا 20 رغيف من العيش البلدي الأسمر بتاع الأفران العادية جدا. تحفة، خطير بجد وسهل جدا. بصوا هوريهولكم من جوه زي اللي بنجيبه من الفرن اللي هو البلدي العادي جدا. يلا مع بعض بسم الله، يلا بينا. اول حاجة معانا كوباية مية دافية، عليها باكو من الخميرة او معلقة كبيرة من الخميرة، عليها معلقة كبيرة من السكر، وهنقلبهم كده مع بعض لحد ما نتأكد ان الخميرة بتتفاعل. هنجيب دقيق القمح الكامل اللي هو بتاع الدايت ده، نوع اسمه وايت فلور، نضيف جدا. ده القمح الكامل هناخد منه كوبايتين، وهناخد عليهم كوباية من الدقيق الابيض. دول كوبايتين وادي كوباية اهي من الدقيق الابيض، يبقى الدقيق الابيض نص كمية الدقيق القمح الكامل. هنرش عليهم رشة من الملح. على فكرة لو عملنا ال3 كوبايات من الدقيق القمح الكامل هيبقى العيش الدايت اللي هو زي العيش السن كده بالظبط. قلبنا بقى المكونات كلها الاول بسباتيلا، وبعد كده بقى هنعجن بايدينا. هنقعد نعجن كده تقريبا 5 دقايق. لازم نعجن حبة حلوين قوي لحد ما نتأكد ان العجينة نعمت معانا ولمت. هي عجينة بتبقى ملزقة الى حد ما، بس في الاخر مع العجن الكتير هتلاقوها كل ما ده وبتلم معاكم كل ما تعجنوا كده. تمام، بصوا ما شاء الله بدأت تلم. بصوا عجينة طرية وفي نفس الوقت بتلزق بسيط جدا. هنسيبها بقى تخمر ساعة، لازم نسيبها تخمر حلو جدا. وعقبال ما تخمر هنجيب الصاج بتاعنا اللي هنرص عليه العيش، وهنجيب عليه ردة نرش عليه شوية من الردة. وادي العجينة اهي خمرت. هنبدأ بقى ناخد على قد الرغيف اللي احنا عايزينه، ده يعتبر رغيف متوسط. هناخد كده ونعمله كورة ونرصه في الصاج اللي مرشوش بالردة كده زي ما احنا شايفين. طبعا لو عايزة الرغيف اكبر من كده هتكبري قطعة العيش اكبر من كده. بصوا ما شاء الله 20 رغيف لو عديتهم او 19 بالظبط. هنسيبهم كده 5 دقايق ونبدأ ناخد من اول واحدة عملناها، دي اللي هنبدأ نعملها الاول. تمام، علشان هي ارتاحت اكتر من اللي قبلها. هنرش رد تحتيها وفوقيها حلو جدا، وبعد كده نبدأ نفرد بايدينا الاول، وبعد كده بالنشابة ونساوي الرغيف والحروف بتاعته، وما نخليش سمكه رفيع قوي. ناخد بالنا من السمك، يعني السمك يكون متوسط علشان ما يبقاش لو السمك تخين زيادة عن اللزوم هيبقى كله عجينة من جوه، ولو فردناه زيادة عن اللزوم مش هيقب معانا في التسوية كده. تمام، حلو جدا. هنجيب بقى صاج لكل ردة ونبدأ نرص فيه العيش، وانا هرصه فوق بعضه عادي جدا. بس لما نيجي نسوي هنقلب الرصة على الناحية التانية علشان نبدأ ناخد من اللي فردناه اول واحد برضو، علشان ده هيكون اتخمر اكتر من اللي قبل. يعني ممكن لما تعملي الرغيف تفرديه كده، ممكن ترصيه جنب بعضه عادي، وممكن نرصهم فوق بعض، بس هنبدأ ناخد من اللي تحت الاول. هنسيبهم برضو كده 5 دقايق ونبدأ بقى ناخد واحد واحد ونغطيهم بأي فوطة علشان ما يدخلهمش هوا وينشفوا. نيجي بقى لمرحلة التسوية. لازم الطاسة تكون سخنة جدا، وهنحط الرغيف ما نلمسهوش خالص لحد ما يبدأ يرتفع كده من حتة صغيرة زي ما احنا شايفين. في الوقت ده نبدأ نقلب على الناحيتين علشان التسوية تكون مظبوطة. واول ما يبدأ ينفخ بقى ممكن احنا نتدخل لو الرغيف احتاج مننا ان احنا نتدخل. لو بينفخ لوحده نسيبه. يبقى لازم الطاسة تكون سخنة جدا، ولازم سمك الرغيف يكون مظبوط معانا، ولازم ننضف الطاسة من اي ردة بقى عليها علشان الردة بتتحرق وتسود، فما ينفعش ان احنا نعمل الرغيف اللي بعدها والطاسة فيها ردة كده زي ما احنا شايفين. ممكن بقى نرص العيش كله في صاج وندخله الفرن سخن جدا من فوق ومن تحت. نشغل الفرن هيعمل كده برضو زي البوتاجاز بالظبط. شايفين العيش من جوه تحفة وخطير ازاي، بجد خطير جدا، وعمل معانا كمية حلوة جدا. ممكن بقى تعملي الكمية اللي انت عايزاها كل اسبوع كل شهر، وتشيليهم في الفريزر وتسحبي منهم زي ما انت عايزة طول الشهر. بجد موفر واقتصادي. يعني الكمية دي عملناها بكوبايتين من دقيق القمحة الكاملة وكوباية من الدقيق العادي. لو عملتي كيلو هيرمي معاكي كمية حلوة جدا. وبس كده خلاص، ونورتوني. باي باي.